انا عايزه اكل. مش عارفه انده عليها ولا ما اندهش ولا اطنشها. دي اصلا قرفتني في حياتي. يا حماد، حماتي، ايوه تعالي يلا عشان ناكل. ما شاء الله الاكل كتير اهو. انت بتعملي ايه؟ قلت الاكل بتاعي. والله وانا هاكل في الطبق ده؟ ليه يعني؟ الاكل مش هيكفي. ازاي يعني؟ اخواتي جايين. طب وانا مالي؟ يعني تعب وشقابني وانا انت تحط لي في الطبق ده؟ بقول لك ايه، هو ابنك جايبك تقعدي معايا في شقتي عشان خاطر تقرفيني؟ هو ده الاكل. ازاي؟ لو خلاص روحي اقعدي عند بنتك كده. يعني ما شاء الله الاكل ده كله اخواتك اللي هياكلوه؟ طب وليه وانا ما اكلش من تعب وشقابني ليه؟ بالهنا والشفا على قلب اخواتي. ليه طبعا؟ اجيب فيها اللي انا عايزاه. اللي انا عايزاه يقعد ياكل واللي انا مش عايزاه ما ياكلش. انا وده يرضي اصلا قاعده ربنا؟ معايا غصب عني. ده يرضي ربنا؟ ده ما ياكلش عيال صغير. حلوين عليك. دول حلوين عليا؟ دول لما انا اديكي زي هديكي زيك زي اخواتي. امال ما ده تعب وشقابني. ما اروح اقعد عند بنتك. انا اصلا ما قلتلوش يجيبك ويقعدك هنا وبعد كده يمشي ويسافر. هو انا متجوزاه عشان اقعدك معايا واكلك واشربك وقرفانك كمان في عيشتي؟ ده انا مش عارفه اخد راحتي في بيتي. ده انت ربنا هيقعدهولي. يقعدهولي ولادك ان شاء الله باذن الله. ولا ما يقعدوليش بقى، دي حاجه ترجع لربنا. ربنا هو اللي هيحاسبني مش يعني الفراخ دي كلها اللي ابني جايبها بتعب وشقاق على قد اخواتي. انا اصلا قاعده مستنيه اخواتي لما يجوا عشان اكل معاهم. بتديني الجناح؟ ويا ريت تاخدي بقى طبقك وتخشي الاوضه عشان خاطر انا مش عايزاهم يجوا ما يشوفوكيش. عشان هم ما بيحبوكيش كله، ما بيحبوش يقعدوا معاك. ما يحبوني. ده بيت ابني. ده بيتي انا. ابنك جابه وسافر. لا طبعا ابنك اتجوزني وسافر، ماليش دعوه. انا هنا اكل واشرب اللي انا عايزاه. ولو مش عاجبك اتفضلي روحي عيشي عند بنتي. لا مش عاجبني. خلاص روحي اقعدي عند بنتي. هو انا ماسكه فيكي؟ انت شايفه ان ده يرضي ربنا؟ ويا ريت تاخدي الطبق بقى وتقوم. واخد الطبق كمان واقوم؟ يا ريت. لا مش عايز. خلاص براحتك اللي انت بس عايزاه. لما ابني يتكلم الوقت هقول. قولي له وانا هقول له ما حصلش وهنشوف هيصدق مين فين. ربنا يجازيكي كل خير على اللي انت بتعمليه ده. هيجازيك ان شاء الله. ان شاء الله ابنك يتجوز ويخلف ومراته تعمل فيكي كده. لا لما مراته تعمل فيك كده هطلقه منها. ليه؟ عشان ايه؟ عشان خاطر ابنك عمره ما هيلاقي دفء. طب ما انا برضو قادره ان انا اخلي ابني يطلقني. قولي له ولو صدقك هنشوف طب ما انا برضو قادره ان انا اخلي ابني يطلقني. قولي له ولو صدقك هنشوف مين هيصدق مين فين. كلمتك بقى قصاد كلمتي وانا هقول له ما حصلش وان انت بتتبلي عليا. ازاي الكلام ده؟ زي الناس كده كده انا هقول له ان هو ما حصلش. انت بتعملي ايه؟ هرد على ابني. الو. ايوه يا ابني يا حبيبي. ازاي صحتك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبي والله. كويسه؟ الحمد لله والله. دايما بخير. ربنا يخليك يا رب. انت صحتك عامله ايه معاك؟ اهو الحمد لله يا حبيبي والله. بتحط لك تاكلي ولا بتديك العلاج ولا ما بتديكيش؟ حطالي. الف هنا وشفا. الله يهنيك يا حبيبي. دي كله من خير ابنك. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا حبيبي. ربنا ما يحرمناش منك ابدا. انت ما فيش بركه الا هي عشان هي غلبان واهلها ناس غلاب. ربنا يخليك يا حبيبي. ربنا يخليك. ايوه طبعا ده هي في عيني. ما فيش بركه الا بعض لغايه ما نلقوا ان شاء الله قدام شهر كده وما ننزل اجازه. تنزل بالسلام. هي معاك ايه؟ الو ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ ازيك يا شوشو عامله ايه وحشان؟ وانت كمان يا حبيبي والله. ايه عامله ايه؟ الحمد لله. المهم انت عامل ايه؟ وحشني والله. مش عارفه اقعد من غيرك. انت عامله ايه من غيرك؟ مش عارفه اقعد من غيرك خالص يا حبيبي والله. انت اللي وحشاني والله يا قلبي. انت هتيجي امتى؟ ربنا ما يحرمني منك ان شاء الله على كمان شهر كده هنزل اجازه. خلاص ماشي يا حبيبي. عشان خاطر ابقى احضر بقى قبل ما تيجي. احضر لماما الهدوم واوديها عند جنى تقعد اسبوع لما ناخد راحتنا مع بعض شويه. والله بقى بس عشان اشوفها الاول. ماشي يا حبيبي حاضر. يلا ماشي عشان المكالمه تخلص. ماشي يا حبيبي باي. لا اله الا الله محمد رسول الله. انا ما رضيتش اقول له ان انت حاطالي الجناح وبتستطيع. طب ما انا بعد كده اصوره له واوري له ان انت حاطالي ايه. وانا هقول له ان دي مش دي الحقيقه وان الاكل دون انت اللي حطاه.
حسبي الله ونعم الوكيل. انا مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا يقعدهولي. والله بقى ربنا اللي هيحاسب، مش حسبي الله ونعم الوكيل، مش هقول لك اكتر من كده. ماشي.